طيب انت تعرف ان كل ده بيضحك عليك؟ يعني انا في حد قال لي ان تجربه فتفتة البسكوت في الشاي بيختلف طعمها من نوع شاي للتاني. فانا ثبت البسكوته ونفس الشركه في كل كوبايات الشاي، وهو شاي الورده. فاحنا عندنا شاي فتله عادي وشاي كيني اسود ناعم عادي. والجديد بالنسبه لي ان انا لقيت من شاي الورده شاي سيلاني خشن. انا ما اعرفش يعني ايه سيلاني ويعني ايه خشن. والاغرب بقى ان انا لقيت من الشاي السيلاني ده سب براند اسمه الشاي الزهره. فايه اللي بقى الليله الكبيره دي؟ يلا بينا نشوف. فخلينا نبدا اول حاجه بالشاي اللي انا بشتريه دايما، هو شاي الفتله. ماشي، التوليفه بتاعته مثاليه. يلا بينا بقى ايه لحظه الحقيقه. هنا مثلا البسكوته شربت من طعم الشاي فخلاها غنيه اكتر كده. تعال نخش طبعا اللي بعده، وهو بقى الشاي السيلاني. ده شاي مختلف يا جدعان. تعالوا كده طب ندوقه. طيب الله، ايه ده؟ طعمه ابن ناس جدا جدا جدا. تعالوا كده طب نفتفته. هنا برضو البسكوته يعني انا حاسس بطعمها اكتر. طعم الشاي جميل كده يا جدعان. يا لهوي ايه ده؟